مهمتنا ان احنا في الكمائن بتاعتنا الموجوده في العريش بالكامل ان احنا بنأمن المحاور الرئيسيه والتقاطعات وتأمين عمل الشرطه المدنيه في تفتيش العربيات او قطع الطرق لو احتاجنا لذلك. مفيش رجوع، الرجوع عندي يعني استشهاد. الرجوع عندي يعني استشهاد في المكان ده. دي عزيمه من عند ربنا واصرار على اني احافظ على وطني وعلى ديني وعلى اهلي اللي ورايا. كل ما يحصل قلق او ضرب او ده بالعكس بيدينا ان احنا حماس ان الناس تقف في الشارع وعايزه تشتغل، عايزه تعمل احسن من كده، عايزه تعمل اكتر من كده، لان دي اقل حاجه الواحد ممكن يقدمها يعني. جندي مقاتل خلى رميس ابراهيم رميس. احنا هنا في القوات المسلحه ما فيش فرق بين مسلم ومسيحي. هنا في مهمه ان احنا ندافع عن ارض مصر ونفداها بروحنا وبدمنا، وهنا يد واحده وبننفذ مهمه واحده وامر واحد. كظباط وصف وجنود اللي احنا نضحي بحياتنا عشان خاطر مستقبل بلدنا ومستقبل نأمن أهالينا وندافع عن حدودنا ضد الإرهاب. مؤمنين بحاجة واحدة بس، إن احنا لازم نرجع بلدنا زي ما كانت أحسن من الأول ونقضي تماما عن البؤر الإرهابية والإرهاب في مصر كلها، وكلهم على عزيمة واحدة وعلى إيد واحدة وقلب واحد. احنا لازم ناخد حق أولادنا وأخواتنا الصغيرين اللي ماتوا في رمضان اللي فات، وان شاء الله يا فندم كلنا ايد واحده هنطهر البؤر الاجراميه كلها من ارض سيناء بالكامل.
بنأدي مهمة قتالية ان احنا بنحمي اهالي سيناء الشرفاء ضد الارهاب الغادر، واحنا كقوات مسلحة وكفرع رئيسي من القوات المسلحة القوات الجوية بنحب نطمن الناس وبنبلغهم ان احنا على اتم الاستعداد بالضرب بيد من حديد على الارهاب الغادر، وبنقول للشعب المصري بكامل اطيافه ان احنا وراك في كل المحن والشدائد، ويجب ان تثق في قواتك المسلحه. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا هنا بنشتغل على مدار 24 ساعه تقريبا طيران متواصل عشان نقدر نوفر الامان للمواطنين الموجودين، وفي نفس الوقت احنا معنويه مرتفعه جدا. كل ما بنقدر نعمل بروجريس او نقدر نحقق حاجه في الميشن اللي موجوده هنا، ده بيرفع من روحنا المعنويه جدا ومخلينا عندنا اصرار ان احنا نعمل اكتر من كده كمان. فاحنا النهارده بنثبت للعالم كله ان مفيش ارهاب هيقف قدام جيش مصر.
الحاجه الوحيده اللي احنا حريصين عليها ان احنا كلنا بنعمل على قلب رجل واحد، ان احنا نامن قناه السويس، وده شغلنا وهو ده اللي احنا اتربينا عليه في القوات المسلحه. الحمد لله كويس، واقول للزمالة ما يخافوش. انا خايف؟ لا مش خايف، في رجاله موجوده وان شاء الله بخير يعني، ومصر دايما هتبقى بخير. اول لما اخف اقف برضه، وهنكمل لحد الاخر، وهنكمل المشوار، وهنقضي على الارهاب في مصر ان شاء الله. رجال الشرطه ورجال الامن المركزي والقوات المسلحه بيقوموا بدور فعال في حمايه الوطن. ما تقلقوش ما تقلقوش ما تقلقوش، احنا حماة الوطن.